الكتاب ده فكرته قوية قوي، بيقول إن تجاربنا الأولى، يعني مثلا علاقتنا بالأم أو مقدم الرعاية، دي بترسم جوانا زي خريطة طريق كده. بالظبط، هي دي الفكرة المحورية. والخريطة دي بقى بتوجه علاقاتنا بعدين، خصوصا العاطفية، وكمان طريقة تفاعلنا مع الدنيا كلها. تمام. نظرية التعلق. أيوة، الفكرة ببساطة إننا كبشر بنتولد وعندنا احتياج غريزي فطري للارتباط بشخص يحمينا، يدينا إحساس بالأمان. بس الأمان ده مش أكل وشرب بس، صح؟ لا طبعا، الأهم زي ما الكتاب بيوضح هو الأمان النفسي والعاطفي. يعني يبقى في حد يساعدنا ننظم مشاعرنا. يعني لما الطفل الصغير يحس بخوف، بقلق، يلاقي الحد ده يطمنه، يساعده يفهم إحساسه ويهدى. ده هو اللي بيبني الأساس النفسي السليم لبعد كده. والعلاقة الأولى دي لو كانت كويسة، يعني مستقرة، والأم أو الأب متجاوبين مع احتياجات الطفل، بيحصل إيه؟ بيتكون عنده إحساس داخلي بالأمان. بنسميه في النظرية نمط التعلق الآمن. الطفل ده بيكبر وعنده ثقة إن الناس ممكن تساعده وممكن يعتمد عليهم، بيقدر يقرب من الناس، يعبر عن مشاعره وعن احتياجاته بوضوح. وبيبقى مستقل في نفس الوقت. الكتاب بيوصف الشخص ده بإنه بيكون عنده مرونة عاطفية أكبر، بيعرف يتعامل مع تحديات الحياة بشكل صحي أكتر.